غنتكلم على الدماغ والتعلم. الوغ باش نقدر نعاون التلاميذ انهم يتعلموا مزيان، ماشي غير التلاميذ، كنهضر على الطلبه ولا حتى حنا ككبار ملي كنكونوا كنتعلموا شي حوايج، خصنا نفهموا التركيبه ديال الدماغ ديالنا وكيفاش يمشيو فيه المعلومات من مرحله لمرحله باش نقدروا نتعلموا مزيان. الوغ بالنسبه للدماغ عندنا فيه 3 ديال الذاكرات. كاينه الذاكره الاولى كنقولوا الذاكره الحسيه، يعني عندها ارتباط بالحواس. الحواس يعني كنهضر على السمع، على الشوف، السمع، الشم، اللمس مثلا. بالنسبه ملي كنتكلموا على القرايه تعلم، يعني كنهضروا بزاف على السمع ولا الشوف، النظر، البصر. هاد الذاكره الحسيه ملي كيدخلوا لها المعلومات قبل ما تدوزهم المرحله الثانيه، الذاكره الثانيه، كيخص تكون عندنا واحد التركيز، لان ما كنسمعوش غير حاجه وحده ولا ما كنشوفوش غير حاجه وحده، كنسمعوا بزاف ديال الحوايج وكنشوفوا بزاف ديال الحوايج في نفس التوقيت. يعني هنا كنكونوا كنطلبوا من واحد العناصر اللي عندنا في الدماغ ديالنا اللي كتشتغل بنفس الطريقه، كنطلبوا منها بزاف ديال الحوايج في نفس الوقت. ما يمكنش ندخلوهم كاملين للذاكره ونعقلوا عليهم. خاصنا هنا كنقولوا لاتونسيون، يعني التركيز. خصني نركز باش نختار اشنو بغيت ندخل الذاكره ديالي اللي غادي تبقى واللي غادي تنفعني، يعني اللي فيها تعلم. كندخلوا هنايا في التركيز المعين، يعني ما مقسمش بين بزاف ديال الحوايج. كنمشي كنقولوا لاتونسيون سوتونو، يعني خصني نركز في داكشي اللي كنسمع. بحال دابا مثلا نتوما معايا اللي غادي تسمعوا هذا لا فيديو، الا كنتي كتسمع لا فيديو كتسمع ولا تيلي حداك مشعوله وشي حد تيهضر معاك كي حداك في التليفون، راه ما يمكنش تسمع كلشي في مره واحده. خصك تختار اشنو غادي تسمع. يعني غادي تنقص التلفازه وتبعد من السيد اللي كيهضر في التليفون مثلا حداك باش تصنت لا فيديو، ولا غادي تطفي لا فيديو باش تسمع مثلا الاخبار ديال لا تيلي. يعني هنا فين كنقولوا تركيز معين على حاجه واحده، هذه اللي غادي تخلي المعلومه غادي تدوز بطريقه صحيحه. الذاكره ديال قصيره الامد، الذاكره ديال قصيره الامد عندها واحد جوج ديال الاشكاليات. ان المساحه ديالها ضيقه، ما كتاخذش اكثر من 2 حتى 7 ديال البلايص، مثلا الا شفناهم ببلايص، وما كتدومش فيها المعلومه اكثر من دقيقه الى دقيقتين. هي كنهضروا هنا فريمون بالثواني. الا كثرنا كاين شي وحدين كيهضروا على 2 دقائق، وكاين شي وحدين كيقول لك ما كتفوتش دقيقه. الوغ ملي كنقول المساحه ديالها عندها مثلا 2 حتى 7 د البلايص، ممكن يكونوا كلمات. مثلا غنقول لكم ليل، نهار، مطر، شتاء. هذا يعني غادي تاخذوا ملي غنسالي 7 ولا 10 ولا غادي نلقى كل واحد يقدر ياخذ 2 حتى 7. الوغ ملي كنجيو للارقام، مثلا الا عطيتكم رقم التليفون وبديت كنقول 0 6 7، غادي تلقاو بان شديتو 2 حتى 7 وما كنقولوا ما كان اوبتيميزيوش، يعني ما كنستغلوش هذيك المساحه ديال الذاكره ديال قصيره الامد بواحد الشكل فعال. باش نشتغلوا ولا نستغلوه بطريقه صحيحه، كندخلوا هنايا في واحد كنقولوا لي زاسوسياسيون، يعني واحد التشبيك بين المعلومات باش نستغل هذيك البلاصه. مثلا في الارقام ديال التليفون، فعود ما نبقى نقول 0 6، هذا نبقى نقول 061 341، وهنا كنربح البلايص اللي عندي في طريقه الامد. ولا ملي تيكونوا كلمات ولا كندير ربط بيناتهم. هذه مثلا ليل، مطر، شتاء، كل واحد هنايا هاد لي زاسوسياسيون اللي كنسميهم ولا الارتباطات اللي كنربط بهم، كل واحد على الطريقه ديالو كيفاش كيديرهم. ممكن واحد كيديرهم على حساب حيوانات، ممكن شي واحد على شي حوايج كيلبسهم، ممكن كل واحد فينا استراتيجيات كيطورها بطريقه شخصيه. من بعد ملي غادي يتسالى هاد الاشتغال بهذا الشكل في هذه الطريقه ديال قصيره الامد، في هذه الذاكره كدوز للذاكره ديال طويله الامد. الذاكره ديال طويله الامد كنقولوا الي انفيني، يعني ما محدوداش، غير محدوده لا في التوقيت ولا في المساحه. شي بلاصه اللي ممكن نخويو فيها داكشي اللي بغينا وكتقبطوا. علاش؟ لان ما نشوفوهاش بحال مثلا اناء ولا شي حاجه كنجمعوا فيه المعلومات. لا، هي عمليه ديال مره اخرى ترابط المعلومات وتشابك المعلومات. الوغ الطريقه ديال التعلم الصحيحه بين هاد الذاكرات كنقولوا كتسمى لونكوداج، لو ستوكاج، لا ريكوبيراسيون. اشنو هي هاد لونكوداج؟ وهي كنقولوا التشفير بالعربيه، يعني
شي حاجه كنعطيها واحد العلامه اللي نبقى عاقله بها، كنعطيها لو كود بحال لو كود، داك لو كود اللي كتشوفوه في لي برودوي مثلا، ولا هذاك كنعطيها واحد لو كود ولكن في دماغي. مثلا طياره غادي نقدر نقول طياره كطير في السماء، يعني هذا هو لونكوداج اللي كندير باش نبقى عاقل. الوغ في التعلم كاين شي حوايج اللي غادي نستعملوهم بحال هكذا. وكنقولوا لو ستوكاج، لو ستوكاج هو اللي كيدار التخزين، هو اللي كنخزنوه في الذاكره ديال طويله الامد. ولا ريكوبيراسيون هو الاسترجاع، باش نرجع المعلومه نهار نحتاجها. مثلا في امتحان ملي كيكونوا التلاميذ كيقراو تيحفظوا دروس كيراجعوا بزاف ديال الحوايج، وفي الامتحان كيكونوا مضطرين يسترجعوا المعلومه. الوغ كيسترجعوها من الذاكره طويله الامد. احسن استراتيجيه باش الواحد في الامتحانات ما كينساش وما كيتلفش، وهو كيتعود من قبل في اللي كنسميوه المراجعه، وهي التكرار. يعني ملي كنكونوا كنراجعوا شنو كنديروا، كنقولوا لا ريكوبيراسيون، يعني استرجعت المعلومه من الذاكره ديال طويله الامد وعاود خدمتها، وعاود تاني ستوكيتها، وعاود تاني استرجعتها، وعاود تاني ستوكيتها. يعني كتولي عندي هذه المساله ديال ستوكاج ريكوبيراسيون، يعني تخزين استرجاع، كتولي عندي لينه سائله سهله، وهي اللي كتعاون التلاميذ انهم في الامتحان كيسترجعوا المعلومه دغيا وما كيتلفوش. مع واحد الشرط مهم، وهو ما يكونوش تحت لو ستريس. يعني الفيديو اللي تكلمت عليه على ان اللوزه ما خصهاش تكون خدامه تحت تاثير اي خطر من المخاطر او خوف معين.